وبيبدأ الفيلم معانا بإيزي واللي نشوف إن هي بتبقى محبوبة جدا في المنطقة بتاعتها وإن هي بتحب تساعد الكل سواء الكبار أو الصغيرين، لحد كده ما نشوف إن هي بتقرا في الجورنان واللي بيكون فيه خبر إن في أمير بيزور أمريكا دلوقتي، اللي تقعد تتريق عليه وعلى قصة شعره شوية حلوين. لكن فجأة كده بنشوف إن في صالون شعر بيولع ونعرف وقتها إن ده الصالون بتاع إيزي وأهلها، لكن تكون الحريقة كده حاجة بسيطة واللي بعديها على طول بنعرف إن أبو إيزي مات من زمان، عشان بعدها وبشوية كده يجيلهم حد ونعرف إن هو زي المؤجر ليهم كده وبياخد منهم فلوس عشان التصليحات، بس بيبقى مزود عليهم يعني الكلام ده بسعر غالي قوي، فبتضطر إيزي إن هي تدفع عشان ما يطردهمش كلهم بره المحل. وبعدها بقى بنروح للأمير اللي كانت صورته موجودة في الجورنال، نعرف إن اسمه توماس ونشوفه كمان مع المساعد بتاعه والتر وواحد كمان من مساعدينه، ونشوف إن هو بيبقى باين عليه التعاسة شوية عشان كل اللي حواليه تقريبا بيجاملوه بينافقوه، حتى لما بيلبس لبس وحش الكل بيفضل يقوله عليه حلو عشان بس هو مجرد إن هو الأمير. بس نعرف برضه إن حفلة خطوبته قربت وإن هو موجود في أمريكا عشان التجهيزات دي كلها، لكنه بيبقى شايف برضه إن هو لازم يظبط شعره كده وإن هو يشوف له صالون محترم أو مكان يحلق فيه شعره. وهنا بقى بيطلب من بيل إن هو يحجز له ميعاد في صالون للحلاقة، وهنا بقى بتتدخل المساعدة بتاعته واللي تقول له إن صالون بيل هو الأفضل في نيويورك، لكن لحسن حظ إيزي إن صالونها بيبقى بنفس الاسم وولتر بيتلخبط كده في الأسماء وبيتصل بيهم للحجز. عشان نشوف في الأول كده إن إيزي لما بتتكلم كده ما بتصدقش إن في أمير هيحلق عندهم وتفتكر إن دي اشتغالة وتفضل تقفل السكة في وشه، لكنها لما بتتأكد كده بتستغل الموقف على طول واللي توافق واللي تقول له إن هي هتبقى رايحة لهم على طول، وبتبقى فرحانة جدا في الصالون بتاعهم، يعني فلوس جاية ليهم كده من العدم وكمان مش أي حد هيبقى الزبون بتاعهم. وعلى طول بقى بتروح إيزي وتقابل والتر، لكن لما بياخدها بقى عند الأمير توماس بيلاحظ والتر كده إن الأمير لما شافها وبيتكلم معاه إن هو اتغير شوية، لكنه اتبسط شوية، يعني مش دي الأجواء اللي هو متعود عليها مع الأمير. عشان لما بتبدأ بعديها بشوية كده وتقصله شعره بيحصل كده موقف بايخ قصاده من المساعدة بتاعته اللي بتبقى بقى مع واحدة من الشغالات اللي موجودة جوه الفندق، وده إيزي اللي تستغرب إزاي الأمير ما اتكلمش معاها أو ساعد الست اللي وقعت دي، عشان تبدأ بقى ساعتها تتعامل معاه بشوية رخامة وهي متضايقة منه إن هو إزاي ما ساعدش الست اللي كانت محتاجة مساعدة. بس الخناق ده بيتطول معاهم شويتين لدرجة إن هي بترفض إن هي تكمل له قصة الشعر بتاعه واللي تسيبه وتمشي، عشان بقى بعديها وبالليل لما ترجع الصالون بتاعهم يقعدوا بقى صاحبتها ومامتها يقولوا لها ازاي تعمل كده، ده امير، لكنها بقى بتبدا ان هي تهاجم الامير وهي بتتكلم. فجاه كده الكل يتصدم ان الامير داخل عليهم وفجاه كده ما كانش حد متوقعها، لكن ايزي بقى بتفضل تهاجمه تاني. وهنا بقى توماس اللي يحاول يصلح الوضع شويه، يحاول كده يحسن شكله قدامها لحد كده فعلا ما بتوافق تكمل قصه شعره وتوافق ان هي ممكن اقول تدي له فرصه تانيه. لكن بقى وهي بتعمل لتوماس شعره كده هيشوف حاجه هو عمره ما كان متخيلها، وضع مختلف خالص العلاقة بين ايزي وجدتها وصاحباتها واللي هيكون مبسوط جدا وسطهم، لدرجة ان هو لما هيخلص حلاقة كده مش هيكون حابب ان الوقت يعدي، ووقتها بقى هيطلب ان حد منهم يطلع يوصله للمترو، اكيد طبعا كان قصده على ايزي عشان فعلا كده وقتها ايزي اللي تخرج معاه عشان توصله. لكن طبعا والتر بقى اللي بيبقى ماشي وراهم بالعربية، وقتها ايزي بقى اللي تحب تلعب كده شوية هي وتوماس مع والتر، او بمعنى اصح كده ان هي تخليه يجرب حاجة مختلفة، وقتها تاخد توماس من ايده وتفضل تجري كده شوية وتقف شوية بحيث ان العربيه تجري وراهم شويه وبرضه تقف شويه، تقعد تدخل بيه في شوارع كده زي متاهات، وده بقى اللي بيخلي توماس مبسوط جدا، لدرجه ان هو في النهايه قال لها ان ده واحد من احسن ايام حياته. وبعدها بقى بنشوف توماس وخطيبته وعيلتها واللي نشوف ان هم كمان اغنياء جدا، وطبعا خطيبته بقى اللي تقول ان في مصففه شعر المفروض كانت هتحضر الخطوبه بتاعتهم او الفرح بتاعهم بس المره دي هي مش جايه. وقتها والتر اللي بيرشح على طول الصالون بتاع ايزي لانه كان شايف كده ان الامير معجب بايزي شويتين. على طول طبعا توماس بيدخل معاه على الخط واللي يقول له ان الصالون ده فعلا حد ممتاز جدا وان هم ناس مهمين جدا، وشكروا في الصالون لدرجه خلاص بقى ان الناس فعلا بتصدق كلامهم واللي تتصلوا بايزي عشان يجيبوهم الحفله. وفعلا ده اللي ما بيطولش واللي نشوف ان والتر بيروح لهم الصالون بتاعهم ويقدم لهم عرض كبير، عشان اول ايزي كده ما تشوفه تتصدم وما تبقاش عارفه تنطق، واول ما تقول بقى لصاحباتها كمان او لاهلها كمان اللي موجودين تلاقي كده ان كلهم بيبقوا فرحانين جدا، لكن بيبقى في شرط صغير كده ان هم هيسافروا لبلد الامير. بس ده طبعا اللي ما بيعملش مشكله كبيره، عشان بعديها على طول بنشوف ان ايزي وصاحباتها الاتنين بيسافروا لافينيا البلد اللي موجود فيها الامير، وساعتها هناك بيستقبلهم والتر وبيبدا بقى يعرفهم على تفاصيل المكان والقصر بتاعه واللي يوريهم كل حاجه ويوريهم كمان الاوض بتاعتهم. لكن الكل يتفاجئ كده ان الامير عامل لايزي اوضه لوحدها، واللي نشوف من والتر كده ان هو كمان حاسس ان الامير بيعملها معامله خاصه او ان هو معجب بيها. عشان من هنا بقى نروح لتوماس مع ابوه وامه الملك والملكه، نشوف ان توماس متضايق من فكره بقى الخطوبه الملكيه وان ده مجرد زواج مدبر، وكمان متضايق من التكاليف
التكاليف العاليه اللي اهله بيعملوا بيها الجوازه دي كلها، وشايف ان هم ممكن يوفروا الفلوس دي كلها عشان خاطر دولتهم وعشان خاطر الناس اللي موجوده في الدوله. لكن ابوه وامه كده بيحاولوا يقنعوه بالعكس، وفعلا بيقنعوه ان هو ما يفكرش في الحاجات دي كلها. عشان لما نرجع تاني بقى لايزي وصاحباتها اللي نشوف ان هم بيندمجوا قوي في القصر، وبيكونوا كده بيكونوا صداقات مع الشغالين فيها وكانهم صحاب، لدرجه فعلا ان هم بيغيروا اجواء القصر تماما من اجواء الرسميات لحاجه كده حاجه فكه حاجه لطيفه ما بينهم. وبعدها بشويه كده بنشوف ان ايزي لما تخرج من القصر تكلم مامتها، بتكون مبهوره بالاجواء وتقعد تحكي لها بقى على اجواء القصر والبلده والحاجات الكتير الحلوه اللي حواليها. لكن لما بتمشي شويه كتير كده بتلاقي نفسها كده في مكان غريب قوي، عشان تكتشف ان دي البلد نفسها لكن بره اسوار القلعه اللي فيها الملك. ساعتها بقى بتشوف بقى الناس الفقراء على حياتهم وحالتهم الصعبه بسبب حكامهم اللي ما بيبقاش مهتمين بيهم، فما بتبقاش عارفه هي كمان تعمل ايه، بس بتقرر ان هي لازم تفكر لهم في حل وان هي لازم تبقى ترجع لهم مره تانية. عشان بقى لما بتكون راجعه على القصر تاني بنشوف ان هي بتشتري حلويات لعمال القصر، بس وهي بقى في طريقها تاني بتقابل توماس وخطيبته المره دي، واللي نشوف بقى المره دي كده في نظرات اعجاب من توماس ناحيتها، بس لسه بقى ما بيبقاش متاكد قوي من كل ده كله، بس بقى بيشوف اهتمامها بكل الناس اللي حواليها، ده حاجه برضه بتخليه معجب بيها اكتر، بيبص لها باعجاب اكتر واكتر. عشان فعلا بعديها بيوم بنشوف ان ايزي بتقرر ترجع للبلده تاني، بس المره دي بقى بتاخد معاها توماس اللي بيروح في الاول كده بشكل متخفي لكنه على طول بيتعرف، لكنه بقى بيكتشف جزء من المدينه بتاعته وعمره ما شافه. لا ده كمان كان بيخاف منه لانهم دايما كانوا بيقولوا له اخبار وحشه على المنطقه دي. وبيبدا من هنا بقى ان هو يرقص معاهم ويندمج معاهم ويحس ان دي الحياه الطبيعيه، وبيقول فعلا كده لايزي، ويحترف لها كمان ان هو مش اللي مختار الجوازه بتاعته وان ده تقليد ملكي، وبيبتدي يفتح لها قلبه اكتر واكتر ويتكلموا اكتر واكتر. لكن هنا والاول مره ايزي كده تلاحظ ان توماس معجب بيها. وتاني يوم بقى بيحاول توماس ان هو يكلم ابوه على المنطقه دي من الدوله بتاعتهم، لكن ابوه بقى يطمنه انه حماه هيشتري الحته دي من البلد ويبتدي ان هو يطورها هو بقى في المناطق السكنيه بتاعتها والناس اللي فيها. وقتها توماس اللي بيبقى عايز يشارك في ده كله، لكن الملك ساعتها بيرفض بشده ويقول له ان هو ما يتكلمش في الموضوع ده تاني. لكن بقى اللي بتبقى واخده الموضوع جد قوي هي ايزي اللي بتخرج على طول عند حارس القصر ايفريت، بتطلب منه ان هو ممكن لو يساعدها، وتبدا توزع على الناس الاغنياء ورق كده بتطلب منهم ان اي حد عنده العاب لبس عفش حاجه مش محتاجها قديمه ان هو يتبرع بيها، وتكون عايزه فعلا تساعد بيهم الفاره اللي في المنطقه اللي شافتها. عشان فعلا كده بتتفاجئ من رد فعل الناس وكل الناس اللي حواليها ان فعلا في حاجات كتير اتجمعت. ولما توصل كده عند بوابه القصر، لكن الباقي اللي بيفاجئها اكتر هو الامير توماس، واللي بيقول لها ان هو عايز يشاركها في ده كله ويحاول يصلح حال الناس دي. فعلا بقى بيبدا يروح معاها لمخزن القصر ويشوف الحاجات القديمه ويبتدي يطلعها عشان يتبرع بيها. لكن بقى هنلحق نفرح؟ لا طبعا، عشان النقطه دي بقى بنشوف ان ام خطيبه الامير بتشوفه وهو مع ايزي، وعلى طول توري خطيبته هي كمان المنظر ده عشان يتفاجئ ان خطيبته هي كمان مش مهتمه، وان كمان الفرح ده بيتعمل غصب عنها هي كمان، لكن امها تصر ان الفرح ده هيحصل مهما كان الثمن. لكن بقى على الناحيه الثانيه من المدينه بنشوف ان توماس وايزي وصلوا الحاجات للناس، ونشوف قد ايه هم فرحانين ويبداوا بقى يستمتعوا مع الناس. لكن ساعتها بقى بيظهر بشكل عجيب قوي حماته اللي نلاقيها ان هي بتراقبهم، لا دي كمان بتصورهم عشان توقعهم هما الاثنين في مشاكل كبيره. لكن بقى المشكله بتكبر اكتر لما تنتشر الصور دي في الجورنال، وقتها اللي تتصدم من المنظر ده كله هي ايزي، بس بقى اللي بيتجنن اللي بيبقى الملك اللي على طول بيطلب ان هم يجيبوا له توماس، وبيأمرهم ان هم يطردوا ايزي من القصر. عشان نشوف وقتها والتر اللي بيحاول يهدي الامور، لكن تيجي امه وابو خطيبته بقى ويبداوا ان الموضوع يكبر ويزيد عن حده اكبر واكبر، حد فعلا بقى ما يطردوا ايزي ويسيبوا صاحباتها موجودين جوه القصر. بس طبعا اول ما بيعرف توماس بالخبر ده بيحاول ان هو يلحقها، بيحاول يوقفها لكنها بترفض، وان هو خلاص هيتجوز تاني يوم وان هي ما تقدرش تعمل حاجه زي دي، وبتاخد نفسها وبتمشي. عشان بعدها نشوف بقى ان توماس هو اللي بيدخل بقى وكله غضب وبيدخل على ابوه الملك وامه، لكنه يتفاجئ بقى من كلام ابوه ان هم مفلسين وان الجوازه دي هي اللي هتنقذ البلد بتاعتهم، وان هو لو لغي الفرح بتاعه ان الناس اللي هو مهتم بيهم اصلا هيدمروا اكتر واكتر. وقتها توماس اللي بيقف عاجز مش عارف يعمل ايه ولا يتصرف ازاي. عشان بقى نروح ليوم الفرح واللي يكون توماس بيجهز، ونشوف بقى وقتها والتر لاول مره كده من اول الفيلم بتاعنا بيطلب منه ان هو ما يتجوزش، وان الحياه دي هتبقى حاجه وحشه قوي بالنسبه له من غير الحب من غير التفاهم اللي هو كان لاقيه مع ايزي. ساعتها بقى نشوف ان توماس اللي بيروح على طول لخطيبته ويبتدي بقى يحكي لها الحكايه كلها ويقول لها الحقيقه، لكنه بيتفاجئ بشكل صادم ان هي فرحانه وان هي اصلا ما كانتش عايزه تتجوز. عشان كده بقى نشوف ان الفرحه بتبقى متبادله ما بينهم هما الاثنين. وقتها بقى اللي بنسيبهم ونروح لايزي اللي بتبقى رجعت خلاص لمنطقتها، ويكون في عشاء كده مع عيلتها واصحابهم، واللي نشوفها كده ان هي برضه حياتها ما رجعتش زي الاول، تحسها حزينه شويه كده، وبتخرج تقعد شويه على السلم في البلكونه، عشان تتفاجئ كده بعديها بشويه ان توماس جاي لها على حصان وتتخض ان هو سايب الفرح بتاعه. لكنه وقتها بيقول لها انه الفرح لغاه، وكمان بيحترف لها بحبه وان هو معجب بيها من بدري. وقتها بقى صاحباتها يوصلوا
يكبروا هم كمان ويبداوا يفرحوا معاها اكتر واكتر. وبينتهي الفيلم كده واحنا شايفينهم في مشهد جميل لما بياخدها وراه على الحصان وبيمشوا. اتمنى ان الفيلم يكون عجبكم، واتمنى اكتر لو تكون عملت لايك للفيديو. ولو كنت اول مره تشوفنا يا ريت تشترك معانا، واشوفك بقى في حلقه جديده وملخص جديد. سلام.